موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقناة الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع. في البداية متابعينا الكرام، ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يدخل فريق الزمالك مباراة غزل المحلة وهو يمر بظروف صعبة للغاية، حيث ابتعد الفريق عن الانتصارات في المباريات الأخيرة وفشل في تحقيق أي انتصار خلال عام 2023، وتعرض الزمالك لهزيمة ثقيلة في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري أمام غريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثية نظيفة، وهو ما تسبب في ابتعاده عن صراع الصدارة. وبعد الهزيمة أمام الأهلي تراجع فريق الزمالك للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المارد الأحمر المتصدر. ويبحث فريق الزمالك في مباراة غزل المحلة عن العودة لطريق الانتصارات لتكون الخطوة الأولى في طريق الخروج من الكبوة الحالية التي يمر بها الفارس الأبيض. على الجانب الآخر يسعى فريق غزل المحلة في مباراة الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض المتعثر منذ فترة. ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، وفي حال فوزه سيتفوق على الفارس الأبيض في جدول الترتيب. أما عن موعد المباراة، موعد غزل المحلة هو اليوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 5 مساء بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا والسودان ولبنان وليبيا، 6 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وقطر والبحرين واليمن، 7 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. أما عن القناة الناقلة للمباراة، تذاع مباراة الزمالك وغزل المحلة على قناة اون تايم سبورت 1. أما عن معلق المباراة، سيتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة المعلق المصري الشهير حاتم بطيشة. أما عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة، فمن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي فيريرا المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى محمد عواد، في خط الدفاع محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، عمر جابر، في خط الوسط إمام عاشور، نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، في خط الهجوم أحمد سيد زيزو، يوسف أسامة، سيف الدين الجزيري. متابعينا الكرام، نحن في انتظار نتيجة توقعاتكم عن المباراة في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.